ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه اختياراتي لاحمد سعد، اغنيه من ضمن احداث فيلم مستر اكس بتاع احمد فهمي وهنا الزاهد، لسه نازله كده ولا حبه حلوين. يلا بينا. اغنيه اختياراتي لاحمد سعد، الاغنيه من كلام منة عدل القيعي ومن الحان وتوزيع احمد طارق يحيى. هي من الاغاني المقسوم، شايف ان هي رتمها كويس جدا، من ضمن الاغاني اللي بتبقى لايقه على احمد سعد. يعني مش شايف ان ممكن اي مطرب تاني يغنيها. كانت حلوه جدا ولذيذه ولايقه فيه، روح العمل كله كان حلو. شايف ان اصلا فكره الفيلم كلها هتبقى فكره كويسه جدا، واحمد فهمي مركز قوي قوي في الفيلم ده، وواضح يا جماعه المجهود اللي في الفيلم. شايف حتى على مستوى الكوميديا وعلى مستوى الضحك، الاعلان نفسه يعني مبين حاجه زي كده. بس على فكره مش شرط خالص، ممكن تتفرج على الاعلان تشوف ان هو حلو بس الفيلم يطلع سيء جدا، وممكن الاعلان يبقى ضعيف بس تدخل الفيلم تتفاجئ اصلا ازاي الفيلم الجامد ده يتعمل له اعلان مثلا ضعيف زي ده. شايف ان الفيلم ده هيجيب ايرادات كويسه جدا في العيد. برضو ان هو يجيب احمد سعد يعمل اغنيه، فدي برضو دعايه للفيلم كويسه. احمد سعد الفتره الاخيره عنده نشاط مش طبيعي، كل ما بيعمل اغنيه بتطلع ترند وبتعمل شغل كويس. مشكلتي مع احمد سعد ان هو مش طموح، ما عندوش حته الطموح ان هو يكمل، او ان هو دايما يعمل شغل طول الوقت، ان هو مثلا يعمل البومات كتير، يبقى عنده حته ان هو يعمل لنفسه تاريخ كويس. احمد سعد انا بشوف ان هو من الاصوات الكويسه جدا. يمكن انا بالنسبه لي انا كمؤمن ما بسمعش احمد سعد كتير، مش من الفنانين المفضلين جدا بالنسبه لي ان انا اسمع له. هما كام اغنيه بالظبط ممكن ان انا اسمعهم. الاغنيه دي حبيت ان انا اعملها، واصريت ان انا اعمل عليها ريفيو علشان اتطلب مني كتير جدا اعمل ريفيو على اغنيه اختياراتي لاحمد سعد، وانا عند وعدي وعملت طلبكم زي ما انتوا قلتوا. الاغنيه انا شايف ان هي كلماتها حلوه جدا، كلماتها كانت جميله، الاغنيه كلها موضوعها كان مختلف. بالنسبه للالحان والتوزيع، فاحمد طارق يحيى عامل اللحن والتوزيع بطريقه كويسه جدا. شايف ان هو ومنى عدل القيعي بقالهم فتره عندهم نشاط فني كبير، خصوصا منى عدل القيعي من الناس اللي بقالها فتره بتكتب اغاني اعلانات او اغاني افلام او ايا كان. دايما بصراحه ما بتخيبش توقعاتي، دايما بحس ان هي كده روحها في الاغنيه، اللي هيسمعها هينبسط جدا. اغنيه مختلفه واكيد هتطلع ترند وهتعمل شغل كويس، من الفنانين اللي تستاهل واللي دايما بيعمل شغل حلو، برغم الخلاف اللي حصل الفتره اللي فاتت لما كان في الحفله وطلع لابس حاجات شفافه، وكان لابس برضو حلق. في شويه حاجات كده حصلت كانتش لطيفه. يعني من ضمن الفنانين عمري مثلا ما اشوف ان في فنان يطلع بالمنظر ده. يعني انت المفروض انت واجهه مشرفه لبلدك، لمصر، في اي حته انت بتسافر فيها في العالم لازم ان انت تكون لبلدك، ما تكونش شبيه او لحد بره عشان انت بتاخد منه موضه او حاجه بره بتحصل. فانت كده بالعكس، انت كده بتسيء لمصر، مش بتديلها اضافه بالمنظر ده. ده كان رايي في الموضوع ده، بس انا ما عملتش عليه حلقه لاني كنت مشغول جدا وما عرفتش اعمل عليها ريفيو. لكن الاغنيه انا كنت مبسوط منها جدا، شايف ان هي كانت معموله بروح حلوه، ومن ضمن الحاجات اللي تخليني اقول ان هي لايقه على احمد سعد ويستاهل ان هي تطلع ترند. من الاغاني اللي انا عايزكم يا جماعه تسمعوها، والفتره اللي جايه ممكن تشتغل في الافراح وتشتغل في كذا مكان، وهتشوفوا الكلام ده بعدين. الاغنيه بشكل عام انا شايف ان اقوى حاجه فيها الكلمات والالحان والتوزيع، من الاغاني المتكامله لاحمد سعد بالنسبه لي. وده اللي كان عندي النهارده. قولوا لي في الكومنتات تحت وشاركوني، قولوا لي الاغنيه كانت عاجباكم وما كانتش قد كده، وقولوا لي الافلام اللي تدخلوها في العيد. وكل طيبين، وان شاء الله يبقى عيد سعيد عليكم. وده اللي كان عندي النهارده. لو انت لسه جديد وتشوفني اشتركوا في زر الجرس واعملوا لايك عشان كان في محتوى قدام اكتر واكتر، وشيروا في كل مكان لكل اصحاب قناه. ما تنسوش. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. شكرا.